السلام عليكم. النهارده هعمل لكم كيكة الحليب الساخن بطريقة سهلة وبسيطة، طعمها جميل جدا. وهعمل كده مقدار كيكتين، انت تقدري تعملي مقدار كيكة واحدة بس. هنقول مع بعض المكونات. هنا هنجيب كوبايتين من السكر، زي ما قلنا هنا انا بعاير بالكوباية المعيارية. وهنجيب 4 بيضات، وكيس هنا من الفانيليا بطعم البرتقال، كان طعمها جميل جدا في الكيكة بتاعتي. وهضربها اما في الخلاط او في مضرب الكهرباء. بس انا هنا هستخدم مضرب الكهرباء علشان يعني هحط الحليب بعدين. هنضرب كده كويس لحد ما القوام ده يفتح خالص كده ويبقى كريمي زي ما انتوا شايفين قدامكم. شايفين القوام عامل ازاي؟ ده اللي انا عايزه اوصله، دي المرحله اللي انا عايزاها. اهم حاجه ندوب السكر كويس. هنحط هنا 4 كوبايات من الدقيق، زي ما قلنا ده معيار كيكتين. هعاير بنفس الكوبايه المعياريه اللي انا عايرت بيها كل المكونات بتاعت الكيكه بتاعتي. هنحط كيسين من الكيك شيف، وهضرب كده بالمضرب الكهرباء بتاعي. ما نخافش هنا ان هي هتبقى تقيله معانا خالص، ما نخافش من تقل الكيكه دي، لان لسه احنا ما حطيناش الحليب ولا الزيت او السمنه يعني. فانا هحط هنا زيت طبعا اهو. شايفين القوام تقيل ازاي؟ فانا هركنه كده على جنب وهشوف هعمل ايه. هنجيب هنا كوبايتين من الحليب بيغلوا على النار كده، ومعاها كوبايه من الزيت. هنحطه كده على المكونات. ما نخافش خالص ان البيكنج باودر يبطل المفعول بتاعه. بالعكس هنا هيبقى جميل جدا اهو. هبدأ اضرب كده، ما نخافش خالص ان البيكنج باودر يبوظ. تمام كده. شايفين القوام حلو ازاي؟ ده القوام اللي انا محتاجاه. هشوف كده بالسباتيولا بتاعتي ان في شويه دقيق ولا لا. لازم نقلب من تحت لفوق كده علشان نشوف لو في شويه دقيق. زي ما احنا شايفين في شويه كده، هفضل اضرب تاني. هنضرب الخليط كويس لحد ما يختفي الدقيق تماما. اهم حاجه يختفي الدقيق عشان ما يبقاش فيه تكتلات في الكيكه بتاعتي. شايفين كده بقلب اهو من تحت لفوق، مفيش اي تكتلات الحمد لله. ده قوام العجينه اللي انا عايزاه. هكون مجهزه هنا صينيتين، انا عملت صينيتين مختلفتين، واحده مدوره وواحده مستطيله. هدهنها كده بالسمنه. هبطنها بشويه من الدقيق، وهنزل بالكيكه بتاعتي عليها. اهم حاجه الكيكه هنا نحطها على درجه حراره 180. هنشغل من تحت الاول، وبعد كده لو احتاجت من فوق هنشغل الشوايه. اهم حاجه ما نفتحش عليها خالص قبل 25 دقيقه. نكون مسخنين الفرن طبعا مسبقا قبل كده. هنضربها كده ضربتين كده على الرخامه. يبقى لازم الفرن بتاعتنا تبقى مسخنه مسبقا وعلى درجه حراره 180. وبالظبط بالظبط ما اخدتش يعني غير 30 دقيقه. شايفين ده جمال الكيكه وارتفاعها هشه وجميله جدا. وريحتها يعني طعمها كده زي كأنك بتاكلي برتقان كده، طعمها جميل جدا. ريحة البرتقان كده في البيت جميلة جدا. معذرة لو كان صوت تعبان شوية علشان بس شوية برد. هقطعها لكم كده ونشوفوها مع بعض. شايفين انا قطعتها سخنة حتى ما استنيتش ان هي تبرد. شايفين القوام؟ شايفين البيضة ازاي والمسام بتاعتها ضيقة اهو. مفيش مسام واسعة خالص فيها، كلها مسامها ضيقة وجميلة جدا وسفنجية. طعمها جميل جدا. جربوها وهتعجبكم. لو وصلتوا لهنا فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب. ياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتوصل لكم كل وصفاتي. شايفين جمالها وطعمها؟ طعمها جميل جدا ورهيب.
لو عجبتكم الوصفة ياريت تكتبولي في التعليقات.